كان يا مكان على مركب ملكي كبير بيعدي فوق نهر لونه أزرق زي السماء. كان فيه قط صغير اسمه مشاكس، خادم بسيط بيشتغل من غير ما حد ياخد باله. الأمير والأميرة اللي قاعدين مستمتعين على الشازلنج كانوا دايماً بيعاملوه بقسوة، وصوتهم العالي كان دايماً سابق خطاهم. ومع إن محدش بيهتم بيه، بنتهم ليلى الصغيرة كانت دايماً بتبصله من بعيد، كانت شايفة فيه حاجة مختلفة. وفي يوم الدنيا دلبت، السما اسودت والموج عليا والمركب بدأت تهتز، وفجأة ليلى اتزحلقت ووقعت في المية. الركاب صرخوا والأمير والأميرة تجمدوا في مكانهم، لكن مشاكس من غير ما يفكر جري ونط في المية وسبح بكل قوته لحد ما وصل لها، وطلع بيها وسط دهشة الجميع وهو مسكها بإيده ووشه كله خوف وحب. من اللحظة دي كل حاجة تغيرت. الأمير قرب منه والأميرة قالت له شكراً، وليلى مسكت إيده وما بقتش عايزة تسيبه. وفي آخر اليوم قدام كل الركاب الأمير رفع إيده وقال مشاكس مش خادم، ده بطلنا. ومن ساعتها مشاكس ما بقاش مجرد حد في الخلفية، بقى جزء من العيلة ومن الحكاية.